باش نعطيكم سر يخلي المقرونه تجيكم بنينه برشا، وانا متاكده اللي نتوما اول مره باش تذوقوا مطعم كيما هذا حاجه تعمل الكيف كاينكم في ريستورون ايطالي. وباش نبداو ناخذوا زيت زيتونه، لازم زيت زيتونه وبرشا ثوم وبرشا حبق فرشك، نقليوهم مع بعضهم بالكدا ونقعدوا نحركوا ما نخليهمش يتحرقوا ونخليهم يبردوا باش من بعد نرحيوهم بالهاند بلندر ونحطوهم في حكه باللار ونخليهم في الكونجيلاتور وقت نستحق ونجبد. وباش نعطيكم تفويحه تعمل الكيف للاسكالوب دو بولي، زعتر، فلفل مهروس، شويه ثوم بودر، بصل بودر، شويه جنجامبر، شويه كليل مرحي، ملح وفلفل اكحل وزيت زيتونه ومعدنوس وشويه ثوم فرشك، وحطيت ياغورت غريك وعصره القارص بالطبيعه. نخلطوا بالكدا حتى يدخل الفاح ونحطوه في بابي كويسون وندخلوهم يطيبوا في الفور على 200 درجه حتى لين يحمر، ما تخليوش يشيح. وتنجموا راهو طيبوا في القلايه زي تو. باش نبداو في المقرونه، جبت الخليط اللي حضرناه في اول الفيديو باش ناخذ منه مغارف على حسب الكميه اللي انا باش نطيبها، نقليهم دوبليش ومن بعد نزيد طوماط سوريز ولا طوماط عاديه وشويه ثوم للنكهه، وباش نحط زاده طوماط فريش رحيتها بالكدا ونفوح ملح وفلفل اكحل اكاها ونخلطوا ونخليوها تطيب. راهي الطماطم تصيب ماها ما نزيدوش ماء، نغموها ونخليوها تطيب حكايه نصيف ساعه على نار هادي. واش باش نحكي لكم على الريحه كي هزيت الخطاب، بالحق حاجه ابداع. عصمت المقرونه الدنتي ومن بعد خلطتها مع الصوص راهي تجي هكا مشخشخه بالصوص، وزيد ريحه الاسكالوب دو بولي كي طاب زادت بن على بنه للمقرونه نتاعنا. تو باش نعمل الدغيساج كل واحد يزين كما يحب. بالحق نتمنى لكلكم تجربوه وتعطيوني رايكم، يعمل الكيف.